تخيل معايا غادي في سباق ديال الماراطون وانت مركز مع الطريق ديالك، وفجأة كيبان ليك واحد هرب عليك بجوج كيلومتر. كتحس بالنهضة، كيبان ليك راسك فاشل، بلا ما تحس كتحبس وتجلس في الارض. هادشي اللي كيوقع لينا يوميا. ملي كنفتحو التليفون كنشوفو الناس واصلين شاريين مسافرين، وكنقارنو الكواليس ديالنا اللي فيها الصداع وتمارة مع الفيلم ديالهم اللي فيه غير الزواق والنجاح. اكبر غلط كنديروه هو كنقارنوا الصفحه رقم واحد في كتابنا مع الصفحه رقم 20 في كتاب واحد اخر. هذيك السيده اللي شفتيها بدات مشروع ونجحات في 6 شهور، ما عارفش شحال من عام ديال الفشل كانت مخبيه ورا الكاميرا. وداك الشاب اللي كيبان ليك وصل دغيا، ما عارفش شنو ضحى به باش يوصل لتما. المقارنه هي سارقه السعاده، كتخليك تحس بلي المجهود اللي كدير اللي هضرنا عليه في الفيديو ديال الاستمرار والو، واخا هو في الحقيقه كنز. باش ترتاح وترجع ليك راحة البال خصك تفهم ثلاثة ديال الحوايج. التوقيت ديالك بوحدك، كل واحد فينا عنده التايمينغ ديالو. كاين اللي كينجح في 20 عام، وكاين اللي كيبدا في 50 عام. المهم هو الطريق ماشي السرعة. المنافس الوحيد ديالك ماشي هو فلان ولا فرتلان، المنافس الوحيد هو انت ديال البارح. الا كنتي اليوم احسن غير بشوية راك غادي صح. السوشيال ميديا كذبة، تذكر ديما بلي الناس كيوريوك غير الزواق، حتى واحد ما كيصور الفشل ديالو ولا اللحظات اللي كيبكي فيها. ركز على الجردة ديالك وسقيها كل نهار، وما تضيعش وقتك وانت كتشوف في الجردة ديال جارك، حيت غتنسى ديالك وتموت ليك بالعطش. النجاح هو رحلة شخصية، ماشي سباق أولمبي. إلا كنتي كتحس براسك معطل، تذكر بلي حتى القهوة كتاخد وقت باش طيب وتعطيك المذاق الواعر. خليك مركز، استمر وتهلا في راحة بالك.